إسرائيلية تقتحم معبر رفح، وعلم إسرائيلي يرتفع مكان العلم الفلسطيني. الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، البوابة الوحيدة لسكان غزة على العالم. سيطرة إسرائيل على معبر رفح تعني التحكم بحياة سكان غزة تماما، لا خروج ولا دخول إلا تحت أعين الجنود. فخلال الحرب الدائرة على القطاع، هذه هي في الأساس جزء من العملية الكبرى في رفح، السيطرة من الخارج إلى الداخل، ولكن هذا لا يقول بأن إسرائيل بالضرورة بأن إسرائيل الآن ذاهبة إلى داخل رفح. عمليا هناك ربط ما بين هذه العملية التي نراها وهذه الصور التي يتم تداولها وبين الصفقة تماما. وفدان إسرائيليان تقنيان سيتوجهان على الأغلب إلى الدوحة والقاهرة، ومفاوضات تحت النار. هذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي، وليس من باب المصادفة أبدا أن تري ربما مجنزرات إسرائيلية تحمل أعلاما أكبر من المجنزرة. نراها الآن بالضبط وأنت تتكلم يا زياد على الهواء مباشرة. لفتني الصورة لأني متعودة أن أرى أعلام يعني على الدبابات الإسرائيلية، ولكن هذا الحجم لم أره من قبل. وهذا من محور فيلادلفيا. هذا صحيح. صحيح، هذا ما رميت إليه، هذا من محور فيلادلفيا صلاح الدين كما قلنا. الهدف من هذه الفيديوهات التي تخرج من تلك المنطقة تحديدا أن تقول إسرائيل أنها عمليا دخلت إلى رفح ونفذت عملية قد تكون استراتيجية من ناحيتها في رفح. إسرائيل تقول منذ فترة بأن من يتحكم بمعبر رفح يحكم غزة. هذا في إشارة إلى حماس عمليا، ولهذا كان لديها هدف واضح بأن تسيطر على معبر رفح. وهناك حتى تفكير إسرائيلي، بعض الجنرالات تحدث في الفترة الأخيرة عن إمكانية استنساخ معبر رفح، بمعنى إغلاق المعبر الحالي حيث هو الآن ونسخ هذا المعبر إلى منطقة أخرى، إلى المثلث الحدودي بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، كي تسيطر إسرائيل على وجه أدق على حركة المساعدات والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة وما إلى ذلك.